بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم. فيديو النهارده هنتكلم عن اللاعب رضا الجعدي المرشح بقوة للنادي الاهلي. كمان هركز على نقاط مهمة جدا بخصوص الفريق، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة وقول لي رأيك في التعليقات. خلونا نبدأ بالرسام المغربي رضا الجعدي. هو عنده 28 سنة، بيلعب لفريق الوداد الرياضي، جنسيته مغربي بلجيكي، مركزه لاعب وسط رقم 6 أو رقم 8، وقيمته التسويقية 600 ألف يورو. شركة الكورة في النادي الأهلي رشحت رضا الجعدي لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي ومن أجل خلافة أليو ديانج. بالفعل الإدارة اتحركت وتم التواصل مع وكيل اللاعب للتعاقد معاه. الجعدي أبدى موافقة مبدئية بالانتقال إلى القلعة الحمراء، ولكن بشرط التقدير المادي بالحصول على راتب سنوي بقيمة $1,000,000، علما بأن اللاعب هيكون فري إن شاء الله مع نهاية الموسم. معنى كده إن الأهلي يقدر يضمه بشكل مجاني. رضا الجعدي بدأ حياته الكروية في الدوري البلجيكي، لعب لعدد من الفرق البلجيكية أبرزهم ستاندر ليج، ثم انتقل إلى الفتح الرياضي المغربي سنة 2019. في الأخير انضم إلى الوداد الرياضي المغربي. أرقامه مع الوداد هذا الموسم: لعب 27 مباراة، سجل هدف وصنع هدفين. رضا الجعدي لاعب وسط رسام، متأسس كورة في الملاعب الأوروبية في الدوري البلجيكي، بيقدر ينفذ أدوار مركزه بشكل مثالي. على المستوى الفني ممتاز في الاستلام والتسلم وتوزيع اللعب أثناء بناء الهجمة، وعلى المستوى البدني قوي جدا، جهده وفير، بيكسب معظم الالتحامات الهوائية والأرضية. الجعدي بيمتلك حلول غير تقليدية داخل الملعب، لاعب يعني لمسته حلوة، بيشبه كتير مستوى اللاعب فرجاني ساسي، ممكن يكون أفضل كمان من فرجاني في القوة البدنية، قوي في الجانب الدفاعي. النادي الأهلي بيخطط لخطف نجم الوداد المغربي رضا الجعدي، وتم التواصل معاه قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. اللاعب اقترب من التوقيع للقلعة الحمراء، ويعني الأهلي في مراحل متقدمة جدا في التفاوض مع اللاعب البلجيكي المغربي رضا الجعدي. خلي بالك، رضا أعلن بشكل رسمي الرحيل من الوداد في نهاية الموسم، وطبعا أي لاعب يتمنى أنه ينتقل إلى النادي الأهلي. الأهلي زعيم القارة، الأهلي نادي البطولات، أكبر فريق عربي أفريقي حرفيا. يعني الجعدي بيمتلك جنسيتين، بلجيكي ومغربي، عنده خبرة اللعب تحت الضغوطات، يعني يقدر يشارك مع النادي الأهلي، عنده الخبرات الأفريقية، بيمتلك مقاومات وإمكانيات رهيبة، لاعب ما شاء الله في وسط الملعب متكامل، هيكون إضافة للنادي الأهلي، وخاصة مع رحيل أليو ديانج، وممكن كمان حمدي فتحي يرحل عن القلعة الحمراء. ده بخصوص اللاعب المغربي البلجيكي رضا الجعدي وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي. أنا محتاج أركز على بعض النقاط بخصوص الأهلي ومارسيل كولر. خلونا نبدأ كده بمركز حراسة المرمى ومحمد الشناوي. الشناوي مصاب بشد في عضلة السمانة، والحارس بيضغط على نفسه من أجل اللحاق بمباراة الأهلي والوداد. الشناوي بيتدرب 3 مرات في اليوم عشان يكون جاهز وعشان يكون موجود، وإن شاء الله بأمر الله الشناوي هو اللي هيحمي عرين النادي الأهلي أمام الوداد. أما عن علي لطفي، علي إصابته شد في العضلة الخلفية، وحتى الآن لم يتم تحديد مدة غيابه، ممكن أسبوع ل10 أيام. مصطفى شوبير هو ده الحارس اللي جاهز فنيا وبدنيا، حارس موهوب وهيكون أساسي مع النادي الأهلي إن شاء الله أمام طلائع الجيش وسيراميكا كيلوباترا. ايا كان الوضع، في كل الاحوال احنا بندعم كل الحراس وواثقين في اي لاعب، اي حارس، شناوي او مصطفى او علي لطفي. ولكن طبعا الشناوي بحكم الخبرة، بحكم المستوى، الشناوي دلوقتي بيأدي بشكل ممتاز، يعني اخر ماتشاته مع النادي الاهلي بدأ يسترجع مستواه. الشناوي حارس خبرة وان شاء الله هيكون موجود. يعني انا واثق ان الشناوي يعني بيحارب
عشان يكون موجود مع النادي الأهلي في التشكيل الأساسي أمام الوداد المغربي. محتاج أوضح نقاط مهمة جدا بخصوص المدرب السويسري مارسيل كولر، وهعلق على تصريحاته الأخيرة. باختصار كده، كولر بيقول ان الجماهير ملهمش علاقة بالإدارة الفنية، وبره عنكم، انا بكسب، انا بطور الاداء، انا بلعب بتشكيل معين، ملكش انت دعوة باللعيبة اللي بتلعب او اللعيبة اللي بيتم استبعادها. مع كامل احترامي طبعا لكولر، انا مقدر جدا شغل الراجل، مقدر اداء النادي الاهلي والتطوير اللي حصل، ولكن برضو انا محتاج اقول واعلق على بعض النقاط السلبيه. في ناس خلي بالك بتخاف تتكلم، بتخاف تنتقد، ولكن دايما انا بقول لك وجهه نظري. يعني اولا كده بخصوص مركز الظهير الايسر، احنا عارفين ان علي معلول هو اللي بيشارك بشكل اساسي. معلول تم استهلاكه حرفيا، ملوش بديله خالد عبد الفتاح. خالد طبعا مركزه ظهير ايمن او استوبر مساك. خالد مش بيقدر يلعب في مركز الظهير الايسر بشكل كويس. طيب ما انت عندك ايمن اشرف لاعب خبره متمرس، بيقدر يأدي في مركز الباك ليفت بشكل مثالي. ايمن اشرف جاهز فنيا بدنيا وعاوز يشارك مع النادي الاهلي. ليه دايما انا بستبعد ايمن اشرف من التشكيل؟ ليه انا راكنه بالشكل ده؟ حتى لو هيمشي في نهاية الموسم، انا لازم استغل كل اللعيبة، لازم احضر، لازم اشتغل على المصلحة العامة بالنسبة للنادي الاهلي. اديني السبب مقنع لاستبعاد ايمن اشرف، وانا هتكلم عن قصة انتصارات النادي الاهلي. انا عارف انك هتقول لي ما الاهلي بيكسب، ماشي، انا معاك وهوضح النقطة دي في النهاية. تاني جانب محتاج اركز عليه الشق الهجومي. كولر بيعتمد على 5 لعيبة فقط لا غير، اللي هم تاو، كهربا، الشحات، طاهر محمد طاهر، واحمد عبد القادر. بيغير ما بينهم، بيعمل الروتيشن، بيعمل التدوير، 3 اساسي و2 بدلاء. ولكن التجربة اثبتت ان طاهر محمد طاهر بيقدم اداء غير مقنع. طاهر محمد طاهر غير مؤثر مع الفريق، بينزل مش بيعمل حاجة، بينزل بيضيع اهداف. طيب افترضنا انت محتاج بديل بقى سوبر ينزل يغير نتيجة الماتش، ينزل يصنع الفارق مع النادي الاهلي، هتجيب مين؟ ماشي، عبد القادر معاك، مين تاني؟ طاهر مش اضافه للنادي الاهلي على المستوى الفني حرفيا بدون مجامله. طيب ما انت عندك برازيلي اللي هو برونو سافيو يا جماعه، لاعب مهاري جدا، لاعب جوكر، بيقدر يأدي في اكتر من مكان، جناح يمين، جناح شمال، بلاي ميكر رقم 10 او مهاجم تاني او مهاجم صريح. برونو جاهز، برونو مستعد انه يشارك مع النادي الاهلي. سافيو عاوز يثبت نفسه ويلعب. يمكن سافيو ده يأدي زي بيرسي تاو، يمكن، ما هو بدايته مع النادي الاهلي كانت على اعلى مستوى، قدر يسجل، قدر يصنع، وقلنا لاعب خرافي، قلنا مش بيفكر مرتين، ده برونو سافيو ده هو ده اللي احنا محتاجينه، برازيلي ولعيب برازيلي وابيض وبيرقص. طب اعتمد عليه، ما هو بياخد راتب مع النادي الاهلي، هو مقيد مع النادي الاهلي محليا وافريقيا. ليه كولر مش عاوز يدخل حد جديد في خطته وتشكيلته؟ ايمن اشرف، برونو سافيو، لعيبه يقدروا يطوروا، يقدروا يعني يصنعوا الفارق مع النادي الاهلي. هتقول لي ما هو الاهلي بيكسب، ما بره عنك انت، النادي الاهلي خلاص يا عم بيكسب والدنيا ماشيه، والاهلي بطل الدوري، والاهلي في دوري ابطال افريقيا ما شاء الله، يعني كلين شيت وبنأدي وكل حاجه. انا معاك في القصه دي، وما شاء الله الراجل بيطور، ولكن انا بقالي فتره كبيره مش شايف خصم مرعب قدام الاهلي بجد. الترجي التونسي كان واقع وكان بيعاني من غيابات، الرجاء المغربي في أسوأ حالاته الفنية. لما نتكلم عن الدوري، انبي، فريق انبي طبعا سيء للغاية وبيعاني من مشاكل فنية. ما تقوليش بقى الأهلي يعني مكتسح ومرعب، ماشي تمام، الحمد لله، يعني الحمد لله التوفيق معانا، ربنا بيوفقنا، وكمان كولر بيطور. بس أنا بتكلم على المصلحة العامة فيما بعد، ايه اللي هيحصل؟ ما انت لازم تبص لقدام، ولازم يكون عندك بدايل، والبدايل يكونوا كفء بجودة عالية. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقول لي رأيك في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة. شكرا ليكم، السلام عليكم.